ازيكم؟ انا بصوركم النهارده من كاميرا غريبه، والفيديو بتاع النهارده بيتكلم عن الكاميرا الغريبه دي اللي هي ال1 اكس 2. تعالوا نعرف ايه هي الكاميرا دي وازاي الموضوع بقى شكله جامد جدا كده. انا جاي النهارده اوريكم الكاميرا الجميله اللي انا جبتها دي. كاميرا صغيره على فكره، بس انا اللي مركبها على مونوبود، يعني هي الموضوع اصغر بكتير مما تتخيلوا. اهي بص، ادي الكاميرا، دي شكل الكاميرا. وفي شركات كتيره بتعمل نفس الكاميرا دي، زي جو برو مثلا عامله جو برو ماكس 360، في نيكون عامله كاميرا 360، في كاميرا شركات صيني عامله حاجات 360. ولكن الشركه دي لما طلعت اللي هي الانستا 360 دي، بتصنع كاميرات بتكنولوجي 360 وبتعمل حاجات عظيمه الصراحه بالكاميرا الصغيره دي. وعندها ميزه ان هي بتبيع مونوبود كده. المونوبود ده ما بيظهرش في التصوير. يعني انا النهارده لو جيت حطيت، طبعا انا مركب هنا جزء عشان اثبت عليه الكاميرا، ولكن انا لو شلت ده، شلت الجزء اللي تحت ده كده اهو، وبقيت بس بالمونوبود ده، وانا دلوقتي عامل كده وبصور مثلا الفيديو بتاعي واوريه لكم. هي انا عايز اقول لكم ان المونوبود ده انتوا مش شايفينه، انتوا شايفين ايدي بس هي الفاضيه، بس في الاخر هو في مونوبود، فهي بتشيل المونوبود الموجوده. والكاميرا دي كمان عايز اقول لكم انها بتصور 4K، يعني كاميرا بتصور بتكنولوجيا عاليه جدا، بكواليتي عاليه جدا. فيها ستابلايزر، يعني انا لو بحرك ايدي فانتوا ممكن تبقوا شايفين ان الكادر بتاعنا ثابت. فيها مايكات، يعني فيها 6 مايكات تقريبا، صح؟ فيها 4 مايكات، ادي مايك 2 3 4، فيها 4 مايكات عشان الصوت بتاعك لو انت بتصور حاجه او بتفلوج او بتعمل حاجه كده. فهي كاميرا الصراحه جامده، وفيها شاشه صغيره عشان توريك انت بتصور ايه. يعني بص كده، هي هنا موريني انا بصور ايه، وموريني الميموري فاضل فيه قد ايه، والكلام ده كله، ان انا صورت 3 دقايق. يعني اختراع الصراحه جميل جدا للناس اللي هي بتحتاج انها تصور صور تنقل ما بينها او تعرضها بشكل 360. مهندسين بقى بتوع التشطيبات مثلا، فهو خلص لوكيشن وعايز يصوره. الناس اللي بتبقى عندها لوكيشنز ومحتاجه انها تتفرج حد عليها. طبعا الفيسبوك بيدعم فكره ال 360، وفي ويب سايتس كتير قوي بتدعم الكلام ده كله بشوت واحد، مش تكنولوجي بقى زي زمان وكاميرا وبتتحرك والكلام ده كله، فتقدر تعملها في شوت واحد بس. وبرده كمان ميزه الفيديو، وفكره ان انت بعد ما تمنتج تغير الزاويه بتاعتك في الفيديو، دي جامده جدا وهوريها لكم كمان شويه. خليني اوريكم بس الابلكيشن بتاعها. هي ليها ابلكيشن كده اسمه انستا 360. طبعا احنا بسنت هنا بتصورنا. ازيك بسنت؟ سي هاي للكاميرا. ايوه. طيب احنا دي يا سيدي ادي الكاميرا. الكاميرا شايفه ايه بقى؟ الكاميرا شايفه الاوضه كلها. خليني بس نجيب المايك كده. اوكي، ادي يا سيدي الكاميرا. الكاميرا شايفه كل حاجه في الاوضه، يعني بتصور من السقف لغايه الارض. ودي الحته اللي كنت بقول لكم عليها انها شالت المونوبود. يعني بصوا، انا مش يعني مفيش مونوبود، فحضرتك تقدر ان انت كأن انا هنا قافل ايدي مثلا وقاعد كده وبتكلم معاكم، فاهمين؟ فهي بتصور فوتوغرافي وبتصور فيديو، واقدر اتحكم في البرسبكتيف. بصوا كده، بص هي دي دلوقتي هي شايفه عارفين الصور التاني بلانت دي اللي هي بص اقدر اغيره. يعني مثلا ممكن اكبر راسي، ممكن اعمل كده واكبر راسي. بص اعمل كده. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ راسي كبيره جدا صح ولا مش راسي كبيره؟ راسي كبيره ده جامد قوي. الايفكتس دي طبعا هي مش ده الاستخدام بتاعها، بس تقدر تعمل بيها حاجات فاني جدا وتاخد منها صور عظيمه يعني. اوكي، ولكن الاستخدام بتاعها اكتر للاكشن. عشان كده هي الكاميرا برضو ويذر سيلد ووتر بروف، تنزل تحت الميه فما فيش مشكله، وضد الصدمات، ومتقفله كويس جدا. فيعني هي كاميرا معموله اكتر للناس اللي بتفلوج او بتعمل حاجات فيها اكشنز كتير وبتتحرك وهكذا. عشان كده فكره المونوبود ده، انا عايز اوريكم المونوبود ده كده دلوقتي. على فكره انا عايز اقول لكم كان احنا بنعمل ايه، بناخد زي الدرون افكت كده. يعني كان انا قشطه شايفين اهي، كان انا بصور المكتب بدرون من فوق. شايفين الكاميرا فين بتصور المكتب من فوق؟ شايفيني؟ طبعا المونوبود مش ظاهر صح، بس الزاويه. فتخيلوا بقى ان انا بصور فيديو مثلا، يعني بتحرك كده اهو، شايف كان في درون في المكتب. يعني خليني اخدها من فوق. بص على الشاشه هنا، بص على الشاشه هنا. اوكي، بص على الجمدان بتاع الشاشه هنا. بص على الشاشه هنا جاهزه. بص. جامد ها؟ بص انا عملت ايه؟ صوريني. احنا هنيجي من هنا نروح راجعين بالكاميرا كده كده، كاني طيرت درون جوه الاوضه. فانت تقدر تعمل الدرون افكت ده في اي حته. اوكي، هنجربها بره كده، ان ممكن تبقى في حاجه طايره، كأن حاجه طايره، بس هي بالكاميرا الصغيره اللي موجوده هنا دي. هي كاميرا الصراحه حلوه جدا. هطلع دلوقتي عشان اجربها على سكوتر صغير كده، ونشوف نقدر نعمل بيها ايه.